أولى ثانوي Unit 7. أول سؤال بيقول always note others' opinion even if they are different from yours. بيقولك احترم دايما always respect، يعني ده كده هو بيأمرك، بيقولك احترم دايما آراء الآخرين حتى لو كانت مختلفة عن رأيك. even معناها حتى، ماشي. respect يعني يحترم. سؤال رقم 2 I admire، أنا بعجب بعمر's punctuality يعني الانضباط في المواعيد. he always arrives on time يعني هو دايما بيوصل في الوقت المحدد. سؤال رقم 3 good teachers motivate their students to work hard and succeed، يعني المعلمون الجيدون بيحفزون motivate يعني بيحفزون طلابهم على العمل الجاد والنجاح. سؤال رقم 4 I greeted my guest with a smile and a slight bow، يعني أنا حييت الضيف، الجست يعني ضيف، بابتسامة وانحناءة خفيفة. بو يعني انحناءة أو قوس. طيب slight يعني خفيف. after سؤال رقم 5 after hearing the good news، بعد ما سمعت الخبر الجيد، نادين felt more energetic، يعني شعرت نادين بمزيد من النشاط. يعني بعد سماع الخبر الجيد نادين حست بانرجيتك، بقى عندها نشاط. سؤال رقم 6 I felt motivated، يعني أنا حسيت إن أنا متحفزة كده. I felt motivated to finish my project after hearing my teacher's praise، يعني أنا حسيت بحافز إن أنا أنهي مشروعي بعد ما سمعت مدح المعلم بتاعي. praise يعني مدح أو ثناء، لما هو قعد يمدح فيا أنا اتحفزت، حسيت بالتحفيز كده. سؤال رقم 7 عادل wants to avoid junk food as it leads to fatal health problems. طيب عادل عايز يتجنب الوجبات السريعة، الجانك فود اللي هي الوجبات السريعة أو الوجبات المضرة. ليه؟ لأنها بتؤدي لمشاكل صحية خطيرة. سؤال رقم 8 as a footballer your fitness affects your performance most، يعني كلاعب كرة قدم. ماشي. your fitness يعني لياقتك البدنية، يبقى fitness اللي هي اللياقة البدنية، affects your performance بتؤثر على أدائك أكثر شيء. سؤال رقم 9 آية follows a fixed routine that helps her stay organized، يعني آية بتتبع روتين ثابت. fixed يعني ثابت بيساعدها على البقاء منظمة. organized يعني منظمة. سؤال رقم 10 حسام showed great respect، ماشي، يعني أظهر حسام احترام كبير by listening quietly to his teacher، بان هو ايه، بالاستماع بهدوء الى معلمه. ماشي، فدي في حد ذاتها ايه، احترام، فهو كده اظهر احترام كبير. Our opinions differ as each of us has had different experiences. بيقول ايه، آرائنا بتختلف. Our opinions يعني آرائنا، differ ده الverb من يعني ده معناه يختلف، بتختلف، ده الverb differ. طيب different مختلف، إنما الverb differ بيختلف. Our opinions يعني آرائنا بتختلف as each of us، اللي بقى لأن كل منا تجارب مختلفة، علشان كل واحد مر بتجارب مختلفة. سؤال رقم 12 أحمد noticed a big difference، أحمد لاحظ اختلاف كبير، يبقى difference اختلاف. ماشي، ده noun difference اختلاف، ده noun. أحمد noticed a big difference، أحمد لاحظ فرق كبير أو اختلاف كبير in his grades في درجاته after studying daily بعد المذاكرة يوميا. طيب سؤال رقم 13 she drinks orange juice to refresh herself after training، يعني هي بتشرب عصير البرتقال أو برتقان لتنعش نفسها بعد التدريب. ماشي، يبقى refresh علشان تنعش، يبقى to refresh علشان تنعش نفسها بعد التدريب. سؤال رقم 14 Arish took a short break because she needed
a refreshing يعني أخذت أريج استراحة قصيرة لأنها احتاجت لحظة منعشة. يبقى refreshing moment يعني لحظة منعشة. طيب refresh هو الverb اللي هو ينعش، refreshing يعني منعش. طيب refreshing moment يعني لحظة منعشة after studying بعد المذاكرة. سؤال رقم 15. ريم forgot her schedule يعني ريم نسيت الجدول بتاعها. she didn't know what class to attend next. فعشان كده هي معرفتش ايه الحصة اللي هي هتحضرها بعدها. سؤال رقم 16. during the charity event I realized his small effort could really make a difference. طيب make a difference. طيب بيقولي make a difference مين in the sentence. بيقولي ايه معنى كلمة make a difference. make a difference يعني يعمل فرق او يعمل اختلاف. دي معناها ايه؟ ان هي improve a situation. improve a situation يعني احداث تحسن في الموقف، ان هو يحسن الموقف، فهو كده بيعمل make a difference. اكيد مش attend a morning meeting، انه مش ان هو يحضر اجتماع الصبح، او keep working without giving up، او eat a packed meal. كل ده غلط. make a difference اللي هو ايه اقرب معنى ليها. هو ده طبعا مش معناه هنحفظه، لا هو بيقول لي ايه اقرب معنى ليها من الاربعه دول. فاحنا بنقرا الاربع اختيارات وبنلاقي اقرب معنى ليها اللي هو improve a situation، ان هو يعني يحسن الموقف. طيب when studying becomes stressful Yara tries to stay motivated by setting small goals each day. يعني لما المذاكرة بتبقى stressful ضغط، يارا بتشجع نفسها بان هي بتحقق اهداف كل يوم. What does stay motivated mean in the sentence؟ ايه معنى stay motivated؟ stay motivated قلنا ان هي تفضل متحفزة او تفضل متشجعة. eat a prepared lunch to save time اكيد طبعا لا. يبقى هتكون ايه الإجابة؟ continue feeling encouraged to work hard، ان هي تفضل دايما متشجعة ان هي تعمل بجد. ده معنى ده اقرب معنى للكلمة دي. ماشي. سؤال رقم 18. طيب having a family lunch every Friday is a not for many households. بيقولك تناول غداء عائلي كل يوم جمعة ده بيعد تقليد. tradition يعني تقليد، اللي هو يعني زي عادة في كثير من البيوت. 19. لوجين prefer to keep organized يعني بتفضل لوجين الاحتفاظ بجدول. keep organized schedule الاحتفاظ بجدول منظم. so she never forgets her tasks عشان كده هي مش هتنسى مهامها. ماشي. سؤال رقم 20. the movie was really awesome يعني مذهل. so he watched it twice عشان كده هو شافه مرتين. سؤال رقم 21. رضوان maintains balanced diet to stay healthy يعني بيحافظ رضوان على نظام غذائي متوازن. يبقى balanced diet يعني نظام غذائي، balanced يعني متوازن، to stay healthy علشان يبقى بصحة جيدة. 22 نقط. friendship is based on mutual understanding بتبنى على اللي هو الفهم المتبادل، not temporary benefits وليس اللي هي temporary benefits يعني المصالح المؤقتة. يبقى ايه friendship؟ lasting friendship يعني الصداقة الدايمة. lasting يعني دائم. modern technology keeps people connected even when they are far apart يعني التكنولوجيا الحديثة اللي هي modern technology keeps people connected يعني بتخلي الناس على تواصل حتى لو كانوا بعاد عن بعض. Sama felt more connected to her classmates after working on a project يعني سما حست بان هي اقرب لزملائها classmates after working on a project بعد العمل على مشروع. ماشي، يعني بعد ما هم اشتغلوا مع بعض في مشروع جماعي فهي حست ان هي ايه connected بيهم اكتر. during the workshop
أثناء ورشة العمل we developed new skills in using digital media. احنا طورنا مهارة جديدة في استخدام الوسائط الرقمية اللي هي الديجيتال ميديا اللي هي وسائط رقمية. ماشي. developed يعني طورة. 26 many people take a short سياسة اللي هي قيلولة، يعني كثير من الناس بياخدوا قيلولة قصيرة in the afternoon بعد الظهر. I knew I could depend on يعني يعتمد على، يعني أنا فين احنا سؤال رقم 27. I knew I could depend on you to help finish the task. يعني أنا كنت عارفة إنه يمكنني الاعتماد عليك لإنهاء المهمة. ماشي. سؤال رقم 28. My class had their science experiment outdoors in the school garden. يعني أجرى فصلي تجربة العلوم في الخارج في حديقة المدرسة. يبقى experiment اللي هي التجربة اللي هي المعملية، experiment. outdoors في الخارج. 29 he is trying to follow healthier lifestyle. هو بيحاول اتباع نمط صحي، نمط حياة صحي أكتر. طيب lifestyle اللي هو نمط حياة، healthier يعني أكتر صحة أو صحي يعني أكتر. ماشي. سؤال رقم 30 immediately after that stressful day at work رودينا enjoyed a relaxing walk by the sea. يعني immediately يعني في الحال أو مباشرة بعد يوم شاق طويل استمتعت رودينا بمشية مريحة على البحر. relaxing يعني مريحة. The hotel hosted an exciting event for doctors last week. طيب يعني hosted يعني استضاف، الهوتيل استضاف حدث مثير للأطباء. event يعني حدث مثير للأطباء الأسبوع الماضي. 32 the calm rhythm يعني الإيقاع الهادئ of the music للموسيقى helped me relax ساعدني ان انا استرخى. يبقى rhythm يعني إيقاع rhythm. ماشي. سؤال رقم 33 it's said that modern technology makes studying easier and faster. بيقال it's said يعني بيقال ان التكنولوجيا الحديثة اللي هي المودرن تكنولوجي بتخلي المذاكرة اسهل واسرع easier and faster. طيب 34 رودينا arranges all her books neatly. يعني بترتب رودينا كل كتبها بعناية on her desk before studying قبل المذاكرة. 35 our coach told كريم that strong physical exercise يعني مدربنا قال لكريم ان التمارين البدنية القوية strong physical exercise physical exercise يعني تمارين بدنية هتقوي عضلاته. strengthen اللي هي الverb strengthen يعني بتقوي his muscles اللي هم عضلاته. 36 at the event في الحفل we served drinks and snacks to the visitors. احنا قدمنا مشروبات ووجبات خفيفة للزوار. فين؟ في الايفنت، في الحدث ده او الحفل. 37 This cafeteria offers a variety of meals to choose from. يعني الكافيتيريا دي بتقدم مجموعة متنوعة من الوجبات لان احنا نختار منها. variety يعني متنوع. ماشي. وفي 36 served يعني يقدم او served يعني served اللي هي الماضي اللي هو قدم. served يعني قدم. طيب 38 بيقول it's the right decision يعني ده القرار الصح ان انت ignore يعني يتجاهل النيجاتيف comments اللي هي التعليقات السلبية. يبقى ignore يعني يتجاهل. 39 a difficult exam الامتحان الصعب requires يعني بيتطلب strong mental focus يعني تركيز عقلي من الطلاب.
ماشي. our street reopened يعني الشارع بتاعنا اتفتح مرة تانية after being closed for 2 hours بعد ما اتقفل لمدة ساعتين. ماشي، يبقى reopened يعني أعيد فتحه. نقط means full of energy and ready to be active. energetic بتعني ان انت عندك full of energy يعني طاقة بدرجة كبيرة and ready to be active ومستعد ان انت تبقى نشيط. ماشي. 42 نقط means food that is unhealthy. ده بيعني ان دي بتعني ايه، ان الطعام الغير صحي and high in fat و salt or sugar وفيها دهون وملح وسكر كتير، يبقى ده الجانك فود اللي هي الوجبات السريعة والمضرة. نقط means being healthy. ده بيعني ان انت تفضل صحي و strong قوي and able to exercise وقادر ان انت تتمرن، يبقى fitness. 44 نقط means to keep working hard and not give up. بتعني ان انت تتعمل بجد ولا تيأس. not give up يعني ييأس. not give up يعني لا تيأس. stay motivated ان انت تفضل متشجع او متحفز. نقط means to have a positive effect on people or your community. ان انت يبقى عندك تأثير ايجابي على الناس او المجتمع بتاعك، يبقى make a difference يعني ان انت تعمل فرق. make a difference يعني ان انت تعمل فرق، ده معناها ان انت تأثر بشكل ايجابي على المجتمع بتاعك او على الناس. طيب بيقولي choose the two correct answers out of the 5 options given. بيقولي اختار اختيارين من الخمس اختيارات. اول سؤال a balanced lifestyle involves eating healthy food and getting enough sleep. The synonyms of balanced. معنى كلمة balanced عايز أقرب معنى ليها. طيب عندنا اختيارين. balanced يعني متوازن. stable ينفع تمشي مع balanced. stable يعني مستقر و healthy يعني صحي. طيب حاجة balanced متوازنة فهي أكيد حاجة صحية أو حاجة مستقرة. 2 young children are usually very energetic and love to play outdoors. يعني ان الاطفال الصغيرة هي نشيطة وبتحب ان هي تلعب في الخارج. the synonyms of energetic عايز معنى كلمة energetic نشيط or lazy او عندنا هنا في غلطة في طيب هو عايز معنى كلمة السينونيم اللي كلمة energetic اللي هو نشيط، فالشخص نشيط أكيد active أو lazy. طيب lazy هي أقرب معنى ليها برضو، إن هو شخص lazy كده مجنون، إنما tired متعب. alone يعني شخص متوحد لوحده. relative برضو ما تنفعش. طيب يبقى أقرب 2 lazy و active. 3 I need to check my schedule. أنا محتاج ان انا اشوف الجدول بتاعي او اتفقد جدولي before I can confirm our meeting. قبل ما اكد على الاجتماع بتاعنا. the noun schedule كلمة schedule اللي هو الجدول. similar to هي قريبة من كلمة ايه، time table و program. time table يعني جدول برضو، و program اللي هو مش اللي هو برنامج على التلفزيون، لا هو program اللي هو زي برنامج الرحلة اللي هو برضو نفس كلمة جدول، يعني حاجة احنا بنمشي عليها. 4 this cafe serves breakfast in the morning. the verb serve يعني يقدم can be replaced by. احنا ينفع نحط الكلمة دي مكان كلمة ايه، serve يقدم، ينفع نحطها مكان ايه، يعني synonym ليها كلمة ايه، provide يعني يوفر و offer يعني يعرض. 5 a morning workout يعني workout اللي هي تمرين أو التمرين الصباحي is a great way to start your day with a positive mood. هو طريقة كويسة عشان انت تبتدي يومك بمود إيجابي. the opposites يعني الحاجات العكس الكلمة دي، المعاكسات للكلمة دي. workout اللي هو التمرين or relaxation و rest
يعني استراحة. 6 volunteering in the community يعني التطوع في community في المجتمع can really make a difference يعني يحدث فرق أو اختلاف. طيب سؤال رقم 7. A clear workspace يعني مكان العمل النظيف helps employees بيساعد الموظفين stay organized يعني ان هم يبقوا او يفضلوا منظمين and complete tasks efficiently معناها بكفاءة، يخلصوا المهام بتاعتهم بكفاءة efficiently. 8 choosing the right candidate يعني مرشح، ان انت اختيار choosing يعني اختيار the right candidate يعني اختيار المرشح الصح is the best fit for the team's success يعني ده بيتماشى تماما مع نجاح الفريق. سؤال رقم 9. during the meeting أثناء الاجتماع everyone was encouraged كل واحد كان متشجع to express opinion openly كل واحد كان متشجع ان هو يعبر عن رأيه علنا. طيب express opinion يعني يعبر عن الرأي، openly علنا يعني في العلن قدام كل الناس. سؤال رقم 10. small actions يعني action يعني فعل. طيب الأفعال الصغيرة can have an effect يعني لديها تأثير on the community and create positive changes وبتعمل تغيرات إيجابية. سؤال رقم 11. to finish tasks efficiently علشان تخلص المهام بكفاءة. she decided to keep working without distractions هي قررت ان هي تكمل keep working يعني تواصل العمل من غير اي توتر او تشتت. 12. before starting the project قبل بداية المشروع he carefully planned his day هو خطط ليومه planned his day يعني خطط يومه carefully بحرص to organize his tasks for the week. 13. after lunch بعد الغداء he likes to take walks around the park to relax and refresh his mind يبقى he likes to take walks يعني هو بيحب ان هو يتمشى او ياخد جولة حول الحديقة. طيب سؤال رقم 14 بيقول before starting a new project قبل بداية مشروع جديد she carefully هي بحرص set a goal يعني بتحدد أهداف. ليه بتحدد أهداف؟ to know what she wanted to achieve علشان تعرف ايه اللي هي عايزة تحققه. achieve معناها يحقق، فهي الأول بتعمل ايه؟ بتحدد أهداف. سؤال رقم 15 listening to music helped him improve mood الاستماع إلى الموسيقى ساعده ان هو يحسن المود بتاعه after a stressful day at work. 16 sports activities الأنشطة الرياضية can help build teamwork and improve cooperation among players. build teamwork يعني ان هو يبني teamwork and improve cooperation among players. سؤال رقم 17 successful people always follow a schedule يعني الناس الناجحة دايما بتتبع جدول carefully بحرص to manage their responsibilities علشان يديروا مسؤولياتهم. يبقى responsibilities يعني مسؤوليات. سؤال رقم 18 successful projects يعني المشاريع الناجحة often depend on يعني بتعتمد على teamwork يعني عمل جماعي and communication among members والتواصل ما بين الأعضاء. سؤال رقم 19 before making big decisions قبل ما انت تاخد قرارات كبيرة it's helpful to reflect on يعني يفكر فيه أو يتأمل. طيب قبل ما تاخد قرارات كبيرة it's helpful to reflect on ان انت تفكر في your recent experiences ان انت تفكر في خبراتك الحالية carefully بحرص. سؤال رقم 20 teachers try to build respect يعني
يبني احترام among students ما بين الطلاب by treating everyone fairly، بان هم يعاملوا كل الطلاب بعدل، يعاملوهم كلهم زي بعض. 21 meetings usually begin with يعني يبدأ بيه، يعني الاجتماعات دايما بتبتدي بإيه؟ a brief overview of the previous session، يعني خطاب ملخص كده للprevious session، للجلسات الماضية أو السابقة. ماشي. 22 when challenges arise، يعني لما التحديات بتكتر it's important not to give up يعني ييأس easily، من الضروري أو من المهم إن أنت ما تيأسش بسهولة. 23 students are taught to show respect، إن هم يظهروا احترامهم to teachers للمعلمين and elders in the classroom، والأكبر منهم في السن. 24 eating foods that are high in اللي هي الغنية بالفيتامين C can help strengthen the immune system، بتساعد في تقوية strengthen ده الverb اللي هو معناها يقوي، the immune system اللي هو جهاز المناعة. 25 to stay healthy علشان تفضل صحي it's important to reduce، من المهم ان انت تقلل screen time and spend less time in front of devices. من المهم ان انت تقلل ايه؟ screen time يعني الوقت اللي انت بتقضيه قدام الشاشة. ماشي. 26 because of the cold weather علشان الطقس البارد ده the children decided to stay indoors، الأطفال قرروا إن هم يفضلوا في الداخل طول اليوم. in spring في الربيع many families prefer to have meals outdoors، العديد من العائلات بيفضلوا إن هم يتناولوا الوجبات فين؟ في الخارج أكتر من البيت. 28 the sports club يعني النادي الرياضي has an indoor swimming pool that can be used all year round. طيب has an indoor swimming pool، ليه قلنا indoor مش indoors؟ علشان هي جه بعدها اسم، يبقى indoor بيجي بعدها اسم، معناها ايه؟ indoor swimming pool يعني حمام سباحة داخلي. طيب يبقى indoor هي صفة، انما indoors ده adverb حال، يبقى indoor صفة بيجي وراها اسم، علشان كده indoor جه وراها swimming pool اللي هو حمام سباحة. طيب حمام سباحة ده اسم وindoor دي صفة، يعني حمام سباحة داخلي. all the family members كل أعضاء أو أفراد العيلة promise to help one another. طيب ليه قلنا one another؟ علشان احنا دلوقتي بنتكلم عن أكتر من شخص، يعني هم كلهم قالوا إن هم هيساعدوا بعض in time of trouble في وقت الأزمة. طيب ليه قلنا one another؟ علشان هم دلوقتي أكتر من اتنين، فبنقول one another. ماشي. سؤال رقم 30 أحمد and علي always trust each other. طيب ليه قلنا each other؟ علشان احنا هنا بنتكلم على اتنين، يبقى لو بنتكلم على اتنين بنقول each other، لو بنتكلم عن أكتر من اتنين one another. أحمد وعلي always trust each other and work well together، يعني أحمد وعلي دايما بيثقوا في بعض and work well together وبيعملوا بجد معا. The doctor advised him to walk daily to improve his overall fitness، يعني الدكتور نصحه ان هو يتمشى يوميا علشان يحسن fitness يعني لياقته البدنية بشكل عام. ماشي. طيب 32 he couldn't lift the heavy table because he lacked enough strength. طيب ليه قلنا strength يعني قوة، هو ما عندوش قوة كفاية ان هو يرفع الترابيزة، فهنا مش هتبقى فتنس اللي هي اللياقة البدنية بشكل عام، انما strength دي قوة بترتبط اكتر بان انت ترفع حاجة، تزق حاجة،
فدي بيجي معاها strength، فهو قال ان هو يرفع الترابيزة، فعشان كده احنا خدنا معاها strength مش fitness. fitness دي لياقتك البدنية بشكل عام، يعني هو الدكتور في الجملة اللي قبلها بينصحه ان هو يتمشى علشان لياقته البدنية. هو ما قالوش يروح يرفع حديد مثلا، لا هو قاله ان هو يتمشى عادي، دي حاجة هتزود او هترفع من لياقته البدنية او هتحسنها. لكن ان انت ترفع حاجة دي بقى بتعتمد على قوتك انت. طيب هنحل أسئلة الجرامر. أول سؤال في الجرامر بيقول كليوباترا ruled Egypt. ruled Egypt يعني حكمت مصر، اللي هي مين؟ كليوباترا. and built a magnificent temples. طيب كليوباترا حكمت مصر، ده حاجة كانت في الماضي وانتهت خلاص، ده من زمان جدا وهي حاجة وانتهت. طيب يبقى ده ماضي بسيط، حاجة حصلت في الماضي وانتهت. يبقى built الماضي من build اللي هي بنت معابد. magnificent يعني رائع او مذهل. 2 the soup الشوربة smelled delicious. طيب ليه قلت smelled؟ علشان ده ماضي بسيط. ايه اللي عرفني؟ قلت so I asked for more، علشان كده انا طلبت اكتر. طيب asked هنا بينت لي ان زمن الجملة ده كان في الماضي، يبقى the soup الشوربة smelled delicious. يعني كانت مذاقها حلو. طيب رقم 3 in the 19th century في القرن ال19، يعني القرن ال19 ده حاجة كانت في الماضي وخلصت خلاص. people never traveled by airplane. طيب ليه قلت يعني الناس ما سافروش بالطيارة خالص؟ قلت never ليه؟ علشان انا قلت traveled. people never traveled علشان انا حاطه الاي دي. ينفع اقول didn't traveled؟ لا didn't travel. انما never حطيت لي never علشان انا قلت traveled، يعني الناس ما سافرتش بالايربلين اللي هي الطيارة خالص. سارة نقط enjoy the party because she had a headache. طيب انا اعرف منين ان زمن الجملة ده في الماضي او احدده منين؟ هو اداني حاجة واضحة ان هي she had a headache، هي كان عندها صداع. ماشي، had هنا بمعنى كان عندها. طيب يبقى الجملة في الماضي، يبقى سارة didn't enjoy the party، هي ما استمتعتش بالحفلة. 5 most of the players معظم اللعيبة كانوا سوري. سؤال رقم 4 لا هو احنا كده صح عامة، انا اتلخبطت. هو احنا زي ما احنا في سؤال رقم 4 didn't. سؤال رقم 5 most of the players يعني معظم اللعيبة كانوا exhausted مرهقين after the match last Friday. طيب انا عرفت منين ان الجملة في الماضي؟ عشان بيقول لي last Friday الجمعة الماضية، يبقى معظم اللعيبة كانوا تعبانين. were exhausted were بمعنى كان، وليه قلت were؟ عندنا was و were، was مع he و she و it، و were مع ال we وال you وال they. طيب 6 في غلطة ومستر هيقولها لكم. 7 it was his habit دي كانت عادته، يبقى it was his habit to walk up. طيب لما اقول it was his habit to بيجي وراها الانفينيتيف. ماشي، يبقى it was his habit to walk up، يبقى walk up يعني دي كانت عادته ان هو يستيقظ early to catch the bus علشان يلحق الباص. طيب رقم 8 did you السؤال بيبتدي بايه؟ بدid. يبقى احنا عندنا كلمة اسمها used to. used to بيجي وراها الverb في المصدر. طيب عندنا هنا السؤال ابتدى بدid، يبقى did you used to. ليه؟ علشان السؤال ابتدى بدid، فاحنا مش هينفع نقول did you used to، يبقى did you used to have long hair when you were a child. طيب 9
they never used to travel abroad when they were young. طيب they never used to، قلنا never علشان انا لو قلت didn't يبقى they didn't used to، انما هنا جايالي used يعني الدي محطوطة، يعني الفعل متصرف محطوط له محطوط له دي، عشان كده انا حطيت never. سؤال رقم 10 she doesn't play tennis any longer. طيب هي لم تعد هي لم تعد او ما بتلعبش التنس خالص. طيب قلنا any longer، يبقى الجملة دي بتساوي ايه؟ الجملة دي معناها زي مثلا ما انا اقول ما انا احط في الجملة دي كلمة used to وغير صيغة الجملة. يعني هي used to معناها ايه؟ حاجة كانت بتحصل في الماضي وما بقتش تحصل، عادة كانت في الماضي. طب هو بيقولي she doesn't play tennis، الجملة دي فين؟ في المضارع. she doesn't play tennis any longer، يعني هي لم تعد تلعب التنس، يعني هي برضو عادة كانت بتعملها في الماضي وما بقتش بتعملها، فالجملة دي بتساوي الجملة اللي بيبقى فيها used to. 11 last summer يعني الصيف اللي فات we visited a lot of historic places in Upper Egypt، احنا زرنا أماكن تاريخية كتير في صعيد مصر. طيب سؤال 12 بيقول many students not absent in class yesterday، يعني العديد من الطلاب كانوا غايبين في الفصل امبارح. طيب yesterday من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط، يبقى العديد من الطلاب كانوا، يبقى were. احنا عندنا كان ليها كلمتين was aware. طيب many students جمع يبقى بتاخد were. سؤال رقم 13 in the past في الماضي. طيب هو اصلا مديني كلمة دالة ان احنا الجملة اللي جاية دي هنبقى بنتكلم في زمن الماضي البسيط، يبقى in the past people used to believe. طيب قلنا used to معناها اعتاد ان، يعني عادة كانت بتحصل في الماضي وخلاص وبطلت ان هي تحصل، يبقى people used to والكلمة اللي بتيجي بعد used to بتبقى في المضارع، يبقى used to believe. believe يعني يعتقد. the earth was flat يعني ان الارض كانت مسطحة. سؤال رقم 14 did you، السؤال بيبتدي بدid يبقى الفعل هيبقى في المصدر، يبقى did you find، يبقى ليه قلنا find مش found معناها وجد. السؤال في الماضي بس السؤال بيبتدي بدid، طالما السؤال بيبتدي بدid يبقى الverb بيبقى في المصدر. طيب سؤال رقم 15 منى not her friend سارة just now من الكلمات الدالة على الماضي، يبقى منى meet يقابل met قابل. 16 we not to the cinema because we were tired، احنا ما رحناش السينما علشان احنا we were كنا متعبين، يبقى كلمة اهي دلت ان احنا في جملة في الماضي، يبقى we didn't go. ماشي نركز احنا ليه قلنا didn't ما رحناش؟ عشان احنا كنا متعبين. 17 he not to the to court because he had broken the law. he was sent، ليه قلنا was sent؟ أرسل علشان الجملة جاية فين؟ في الباسيف. طب ايه تكوين الباسيف؟ او الاول ايه الباسيف ده؟ الباسيف ده احنا بناخد المفعول الاوبجكت، بعد كده was aware plus البي بي، يعني الفاعل بيبقى غايب من الجملة. ماشي، يعني مش هو اللي عمل ده، هو أرسل، مش هو اللي راح، لا هو اتبعت للمكان ده. ماشي، يبقى هي المفعول، احنا مش عارفين بقى مين اللي ارسله للمحكمة. تمام، فهو هي هنا المفعول، بعد كده was aware، طبعا هي بتاخد was، بعد كده البي بي اللي هو sent. 18 those beautiful paintings يعني الرسومات المتلونة الجميلة دي were sold in an طيب يبقى احنا عندنا قلنا، ليه قلنا بقى ان هي were sold؟ ليه قلنا اتباعت؟ هي اللي بتبيع، يعني الرسومات هي اللي بتبيع، او اللوحات دي هي اللي بتبيع، لا هي اتباعت. طيب اتباعت دي كده ايه؟ passive، يبقى were sold اللي هي الاوبجكت البينتينجز بلس ال was aware بلس البي بي. طيب paintings جمع، فالجمع بياخد معاه ايه؟ were، و were بلس البي بي اللي هي sold.
19 نقط the letter delivered yesterday. انا بسأل سؤال، بقول هو الخطاب اتسلم امبارح. طيب الخطاب اتسلم مش بيسلم، يبقى اتسلم، يبقى دي passive. طيب الخطاب ده هياخد was ولا where؟ هياخد was، يبقى was the letter. طيب ده سؤال، علشان كده احنا ابتدينا ب was. ماشي. هو الباسيف بيبتدي بالاوبجكت اللي هو الليتر مثلا، بعد كده was، بعد كده البي بي. بس ده سؤال، فاحنا هنسأل ب was او where، يبقى was the letter delivered yesterday. سؤال رقم 20. he not in Cairo in 1990. يبقى هو ولد في القاهرة سنة 1990. طيب ولد مش هو اللي بيولد، لا هو اتولد، يبقى he was born. ليه قلت was born؟ علشان احنا بناخد الobject plus was aware plus البي بي. طيب سؤال رقم 21. how long ago did she graduate from university؟ طيب سؤال رقم 22. علي not in the street when he was young. علي حاجة في الشارع لما هو كان صغير but he doesn't now. بس هو ما بيعملش ده دلوقتي، يبقى علي كان معتاد ان هو يعمل حاجة لما كان صغير، يبقى علي used to play. يبقى used to اتفقنا ان هي بيجي وراها المصدر، يبقى used to play in the street. علي كان متعود ان هو يلعب في الشارع لما كان صغير، بس هو دلوقتي مش بيعمل كده. 23. رنا not get up early but now she wakes up at 6 a.m. every day. يعني رنا حاجة ان هي تصحى بدري، بس هي دلوقتي بتصحى كل يوم الساعة 6 الصبح. طيب يبقى رنا ما كانتش معتادة ان هي تصحى بدري، ولكن هي دلوقتي بتصحى الساعة 6 الصبح، يبقى رنا didn't used to. ماشي. قلنا didn't ليه؟ علشان هي بيقول لي دلوقتي بقت بتعمل كده، يبقى هي زمان ما كانتش بتعمل كده. 24. this knife not chop vegetables. يعني السكينة دي is used to، مستخدمة في ايه؟ في ان هي تقطع الخضار، يبقى دي passive، عشان كده قلت is used to، يعني مستخدمة في تقطيع الخضار. 25. she not living in a noisy city now. طيب she is used to living. ليه حطيت في الverb plus ing؟ علشان انا جبت قبل used to is. ماشي. طالما انا حطيت is او are او get او كل الكلام اللي مكتوب في الملزمة في الجزء ده، لو اتحط قبل used to بيجي وراها الverb plus ing. ماشي. لكن لو كانت used to لوحدها كان هيجي الفعل في المصدر. 26. I wish they. طيب I wish وبعد كده جت فاعل، يبقى الفعل هيبقى في الماضي. I wish they were. يعني انا بتمنى ان هم لو كانوا معانا. ماشي. فانت لما تيجي تقولها بالعربي كده، انا بتمنى ان هم لو كانوا معانا دلوقتي. ماشي. علشان كده هي الكلمة اللي بتيجي وراها هيكون فين؟ في الماضي. 27. suppose Egypt not the match against Portugal. طيب بيقول افترض ان مصر كسبت الماتش ضد البرتغال. what a surprise that would be. يعني دي هتكون مفاجأة. فهو حد بيكلم حد فبيقول له افترض او تخيل ان مصر كسبت. ماشي. فالحاجة اللي بتيجي بعد suppose Egypt هيجي وراها الماضي، يبقى suppose Egypt won يعني كسبت. I would rather you هيجي وراها الماضي البسيط. I would rather you don't do that, it's dangerous. 29. it's time you went to bed, it's past midnight. يعني ده الوقت اللي انت المفروض تروح في السرير. طيب it's time you it's time بيجي وراها الماضي البسيط. فالكام كلمة دول عامة بيبقوا حفظ، ان انتوا بتعرفوا الكلام ده بيجي وراه ان اللي هيجي وراه ده الماضي البسيط.
فانتوا بتحفظوا ده. طيب سؤال رقم 30 بيقول he talks as if he knew everything about politics. يعني هو بيتكلم كأنه عارف كل حاجة عن السياسة. طيب as if بيجي وراها الماضي البسيط. 31 إيمان graduated from Tanta University in 1999 في سنة 1999. 32 the other day يعني في اليوم الآخر I met an old friend at the supermarket. أنا قابلت صديق قديم في السوبر ماركت. 33 نقط ready for the meeting yesterday. أنا بسأل هل هو كان مستعد للميتنج امبارح، يبقى أنا كده كلمة دالة على الماضي، يبقى was he. ماشي. was he ready for the meeting yesterday. اللي قلت was he علشان was معناها كان. طيب انا عايزه اسال وانا عايزه اجيبها في صيغه سؤال، فهقول was he. ما ينفعش اقول did he was. انا ما ينفعش اجمع الاتنين في جمله واحده، يعني انا ما ينفعش اقول did و was في نفس الوقت في نفس السؤال. طيب انا دلوقتي السؤال بمعنى كان، يبقى انا هاخد was او were على طول. 34 he wasn't ready for the exam. يعني هو ما كانش جاهز او مستعد للامتحان so he failed، عشان كده هو سقط. طيب كان، يبقى طالما انا وبشرحها بالعربي كده بقول هو كان او هما كانوا، يبقى يا was يا were. طيب هو ما كانش مستعد، يبقى he wasn't ready for the exam. in ancient days يعني في الأيام القديمة people used to travel by horse and carriage. يعني الناس اعتادت ان هي تسافر بالحصنة. people used to، يبقى used to بيجي وراها الverb في الانفينيتيف، يعني بيجي وراها الفعل في المصدر، يبقى used to travel اعتاد ان يسافر.